الاهلي نادي الدوله وقراره هيمشي. ايوه الاهلي نادي الدوله وقراره هيمشي. طب ايه اللي هيحصل في الواقعه؟ بنسبه كبيره جدا هيتم الغاء الدوري عشان خاطر النادي الاهلي زعلان. وانا اللي بقول كده وكاني اهلاوي. ليه بقى؟ بص انا مش هتكلم في وقائع، الوقائع هنبقى نقولها في فيديو تاني، ولكن انا عايز اقول لك ان الاهلي اصلا لو شال ايده من الدوري المصري، عايز اقول لك ان كل اللي قاعدين في مناصب ولابسين بدل دول مش هيلبسوا البدل دي تاني. انا عايز اقول لك ان قيمه الاعلانات في الدوري المصري اصلا تصل الى 240 مليون جنيه. الاهلي رصيده فيهم 200 مليون جنيه. ده غير اصلا ان الاتحاد نفسه بياخد مني فلوس كل ما انا باخد دوري ابطال افريقيا. كل ما باخد بطوله او بحصل على اموال جايه لي من بطولات انا واخدها بره، الاتحاد بياخد نسبه والدوله بتاخد عليها ضرائب. فانا اكتر مستثمر للدوله في المجال الرياضي. وانت عايز تزعلني؟ مش هتقدر ولا تقدر تنكشني، لان النكشه بزعله، والزعله بتاعتي توقف نشاط الكوره في مصر. اصلا انا مش زي نادي هليهلي اصلا او اي نادي تاني، لا بيراميدز ولا زمالك بيعرفوا اصلا ينافسوا ولا بيعرفوا يبقوا في اي بطولات افريقيه، ولا بيجي لهم دعايه ولا اعلانات زي عشان يدخلوا لك الفلوس دي. طب والنتيجه ايه بقى؟ ان انا هقعد حاطط رجل على رجل، وانت اللي هتبوس ايدي عشان اكمل في الدوري تاني بشروطي، يا اما هتلغيه.